بُص، هو مبدئيًا كده أنت كل سنة طبعًا بتفضل تستنى السنة اللي بعديها عشان تعمل خطة للسنة كلها، بس حاول تحقق جزء من الأهداف اللي أنت بتحطها في بداية كل سنة، ما تبقاش دايمًا منتظر بداية جديدة عشان تبدأ أنت شخصيًا بداية جديدة، فاهمني؟ فاهم أنا عايز أوصل لإيه؟ يعني ما تبقاش دايمًا قاعد مستني حاجة تحصل أو يوم 1 في الشهر، يوم 2 في الشهر عشان تبدأ بداية جديدة. فبصراحة السنة اللي فاتت ديّة اللي هي 2024 طبعًا أنت كنت حاطط خطط في بداية السنة وغالبًا حققت حاجة أو حاجتين منهم مش تفرق يعني أو حتى حققتها كلها، بس أنت طبعًا حاطط أمل على 2025 عشان يعني تحسه رقم مميز كده 2025 أو أي بداية سنة تحسه رقم مميز يعني 1/1/2025 ده لازم يبقى بدايتي، وكل سنة دايمًا بتبقى عايز تغيّر حاجة في شخصيتك عشان تبقى أفضل، تحقق طبعًا السلام النفسي والحرية وحاجات كتير، بس أنت بجد بقى حاول تخلّي السنة ديّة هي سنتك فاهمني؟ مش عشان حاجة بس عشان أنت برضه في تالتة ثانوي، فحاول تخلّيها برضه بداية جديدة في كل حاجة في حياتك، وحاول في بداية السنة لمّا تيجي تحط أهداف، يعني حطيت أهداف للسنة كلها عايز تعمل حاجات معيّنة، قسّمها على الشهور اللي في السنة، وطبعًا ابدأ السنة بإنك تستعين بربنا، وتحط طبعًا دينك أهم حاجة أولوية، وحاول أهم حاجة تشوف أنت السنة اللي فاتت اللي هي 2024 ديّة حققت إيه بالضبط، وإيه اللي تقدر تحققه السنة الجديدة عشان تعمل تغيير معيّن، وحاول دايمًا ما تحطش هدف لإنك تعمله، يعني مش مجرد إنك عايز تبقى دكتور وخلاص، مش مجرد إنك عايز تبقى مدير شركة، فأنت حاول تدوّر على هدف، وتدوّر على حاجة اللي هتجبرك إنك تعمل الهدف ده، يعني مثلًا هنفترض إنك عايز تبقى دكتور، فأنت تخيّل أسوأ سيناريو ممكن يحصل لك لو ما بقيتش دكتور، ممكن مثلًا أي حاجة، فطبعًا بعد ما تتخيّل أسوأ سيناريو أنت هتكون فيه، هتحاول بكل جهدك وبكل طاقتك إنك تبعد عن إنك تكون الشخص التاني، اللي هو الحاجة اللي أنت مش عايزها، يعني زي ما أغلب الشباب بيعملوا، اللي هو مثلًا بيبقى عايز يوصل لحاجة معيّنة عشان يتجوّز بنت بيحبها، فهو عنده الدافع اللي بيخلّيه يكمّل في اللي هو عايزه. فكك بقى من حوارات الشغف والحاجات ديّة، الحاجات دي حقيقية بجد، بس لازم يبقى في حاجة بتحركك في الأساس. وبالنسبة للأهداف اللي أنت حاططها السنة اللي فاتت أيًا كانت هي إيه، حاول تشوف إيه اللي أنت حققته وحاول تطوّره، واللي أنت ما حققتوش حاول تعمله السنة الجديدة. حاول تخلّي التغيير اللي هيحصل في السنة الجديدة أو الحاجة اللي أنت عايز تعملها مش شرط تربطها بالسنة الجديدة، المهم حاجة أنت تعملها يغيّرك في كل جوانب حياتك، الجانب الديني والجانب الثقافي، الجانب الاجتماعي، الجانب الاقتصادي، الجانب المادي. هُم غالبًا الاتنين واحد صح؟ أيوه الاتنين واحد، بس أنت فاهمني يعني، اللي هو في كذا جانب من حياتك، وخلّيك عارف إنك مستحيل تبقى جامد في الجوانب كلّها، لو بتطوّر جانب وجانب 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 تاني، فأنت مستحيل تعمل balance ما بينهم كلّهم، تعمل توازن ما بينهم كلّهم، بس المهم إنك تسعى إنك تعمل توازن ما بينهم، هو كده التوازن مش هيحصل، يعني ده كلام واقعي ما حدش هيقول لك عليه، بس هو أنت لازم تسعى لإنك تطوّر كل جزء منهم، وحاول تحط أهداف للسنة الجديدة زي إنك تقرا عدد كتب معيّن أو تختم القرآن مثلًا، تطلع من تالتة ثانوي بنتيجة حلوة مثلًا يعني، فاهمني؟ والله بصراحة ربنا يكون في عوننا السنة دي، إن شاء الله الامتحانات تيجي حلوة كده. سلام. معلش برضه افتكرت حاجة دلوقتي، إن فرجتك للفيديوهات اللي هو تعمل إيه في 2025 اللي غالبًا كل سنة بتتفرج عليها، كل سنة في بداية كل سنة، يعني في 2023 و2024 وأهو في 2025 عمّال تتفرج على فيديو تحاول تعرف فيه أنت عايز تعمل إيه، هو أنت لسه ما عرفتش يا اسطى؟ يعني ده كله ما عرفتش؟ حاول يا اسطى اقعد جرب في كذا حاجة لحد أمّا تشوف إيه اللي سالك معاك، هو أنت فاكر يعني إنها هتيجي منك من أول مرة تجرب مثلًا مونتاج يعجبك فتكمل فيه؟ مش كده هي. ممكن تجرّب كذا حاجة، الله أعلم، كنت دايمًا باستغرب بصراحة الناس اللي تقول لك اقعد جرّب ومش عارف جرّب كتير وكذا وكذا، لحد بصراحة ما فهمت يعني إنهم مش شرط لمّا تكون عايز تتعلم حاجة أيًا كانت هي إيه، مثلًا دخلت طِب ممكن ما تسلكش فيه، بعدين اتعلمت بجانب الطِب مونتاج ممكن ما تسلكش فيه برضه، فهو الفكرة إنك تجرّب كتير وبالذات وأنت صغير ولو كبرت عادي يعني، وبالذات وأنت صغير إنك تجرّب كذا حاجة عشان تشوف إيه اللي عاجبك، إيه اللي بيعبّر عن شخصيتك، إيه اللي هتبقى حابّه، وبصراحة يعني هاقول لك حاجة ما حدش قالها لك، ما تتخيّلش إنك لمّا تشتغل الشغل اللي بتحبه هتفضل مستمتع 24 ساعة بقى وكده ودايمًا الحياة وردي وكده لأ، هو بصراحة يعني لو أنت بتشتغل شغل بتحبه وبتشتغل شغل مش بتحبه، هو إنك تشتغل شغل بتحبه أحسن، بس الاتنين برضه صعبين، الاتنين مش دايمًا حلوين، يعني كان في أجنبي قال quote قبل كده بس أنا هاقول لك بالعربي مش فاكره بالإنجليزي بصراحة، بس هو كان بيقول إيه، آه، لو ما عملتش روتين لنفسك هيتفرض عليك روتين، ولو ما نظمتش حياتك بنفسك حد هينظم لك حياته، فده معناه إنك لو ما عملتش حاجة هي كده هتتعمل بس هتبقى غصبًا عنك، يعني لو ما ساعدتش مثلًا إنك تطوّر حاجة في مستقبلك، تطوّر من شخصيتك تبقى حاجة كبيرة، فأنت هيتفرض عليك نمط حياة معين أنت مش حابه. بصراحة نيجي لأهم نقطة وهي بتاعة 2025 ديّة،
حاول دايما ما تربطش الأهداف ببداية حاجة، فاهمني؟ يعني شوف انت عايز تحقق ايه، وأول لما تيجي في بالك فكرة انك عايز تحقق حاجة اكتبها في ورقة وشوف هتطبقها ولا لأ. بصراحة من أكتر الحاجات اللي أنصحك إنك تعملها في بداية السنة ديت هي إنك تبدأ تكتب يومياتك. شايفهم امسكهم ازاي؟ بس شايف دول؟ شايفهم مبينين كده؟ بص أنا هحط المايك تحت أو التليفون يعني. شايف؟ دول تقريبا سنتين من حياتي، فاهمني؟ يعني معايا نسخة من حياتي عايشة في أي وقت. نزل تحت عشان المايك بس. ها؟ المهم بصراحة لما بحب أرجع ليوم معين في حياتي فبلجأ لدول، بعيشه حرفيا بكل تفصيلة فيه. يا شايف انتوا ازاي عايشين والله من غير كتابة اليوميات دي. هو بصراحة برضه أنا كنت حاطط أهداف للسنة اللي فاتت اللي هي كانت من كام يوم ديت يعني، ومحققتش كلهم بصراحة، بس بدأت في كذا حاجة يعني. أخدت ريسك كتير جدا السنة دي، أولهم إني اتعلمت المونتاج وبدأت حاليا في صناعة المحتوى. مش عارف ليه ببدأ كذا حاجة في تالتة ثانوي، الموضوع كان كتير أوي. يا نهار أبيض، فكرين ايه يا جدعان؟ ثانية كده المايك باين. طب ما أنا كنت حاطط المايك كده ما يبانش، والله فكرة. انتوا تفتكروا بقى الصوت جامد، فاهمني؟ أنا مش عارف هو الصوت حلو أصلا ولا لأ. ثانية كده معلش. طبعا مثلوا إن ده مايك يعني، تعاطفوا معايا فاهمني، اعتبره مايك تمام يعني. طبعا خلاصة وعصارة الفيديو ده كله هو إنك تبدأ السنة بإنك تستعين بربنا وحاول تسعى، واللي هو ما تفكرش في الحاجة يعني. انت اسعى وسيب كل حاجة على ربنا. صدقني والله انا ده غالبا احسن درس اتعلمته في 2024 والله، اللي هو انك تسعى وتسيب الباقي على ربنا. انا عم انت سمعت الجملة دي كتير وعارفها، بس بجد لما بتدركها الموضوع بيبقى مختلف. انت يا جدعان الدنيا سهلة اوي والله. بصراحة انك تكمل لاخر الفيديو ده هي حاجة بصراحة حلوة جدا. بصراحة مش عارف الفيديو ده قد ايه، بس اشكرك جدا انك كملت لحد اخر الفيديو. وغالبا اولى اهدافي السنة دي ان انا اصحى بدري. انا بقيت عايز اصحى بدري يا جدعان، والله انا لسه اصحى بدري. بس اللي هو بقيت اشوف اللي هو هصحى بدري ليه؟ لو صحيت متأخر هعمل واحد اتنين تلاتة، ولو صحيت بدري هعمل نفس الواحد اتنين تلاتة. فليه اصحى بدري؟ فاهمني؟ بس لازم بقى اصحى بدري يعني الصحة وكده. بصراحة موضوع انك تصحى بدري دي حاجة حلوة جدا بصراحة، بتديك طاقة رهيبة. مش عارف ازاي بصراحة، بس اصحى بدري، اصحى بدري. لو وصلت لحد هنا فقول لي ايه رأيك في الفيديو، لان هو بداية فاهمني. ان شاء الله الفيديو يطلع حلو يعني زي ما انا كنت متوقع. مش عارف ممكن يطلع حلو ولا لأ. وبس كده اظن ان الفيديو خلص خلاص. شايف لي الجانبين باهتين كده، بس مهم. فخلي السنة ديت هي تغيير في حياتك، وتحط اهداف انك مثلا تقرا كتب تطورك، تحاول تقرب من ربنا، ودي بصراحة مفيهاش نقاش يعني طبعا. وبس كده لو وصلت لحد اخر الفيديو هنا فاديني رأيك في كومنت. وما تنساش بقى ان بما انها دخلة جديدة وكده انك تسعى وتسيب كل حاجة على ربنا حرفيا. اسمها ايه؟ الاضاءات كويس طبعا، انا مش عارف اوزع اي اضاءة كده. حلو صح؟ كأنه ما طالع من النار. والله شكلها حلو. يا نهار ابيض، كان فضائي. يعني تخيل واحد بيكلمك بيديك نصيحة عامل كده. اوه